السلام عليكم. صفاء البدري من تجمع اندرويد العالم الذهبي. بعد ما شرحت لكم بالدرس الماضي عن لعبة القفز في العالم الذهبي، طبعا بعض الأشخاص قالوا نريد اللعبة وشون سويتها. عجبتهم فكرة اللعبة. راح أشرح لكم بالتفصيل عن طريقة إنشاء اللعبة. طبعا هي مو بس لعبة، تقدر تنشأ أيضا تطبيق للبيج الخاص عندك بالفيسبوك أو المدونة الخاصة بيك. هواية أشياء تلقى، حتى تقدر تنشأ تطبيق مثل الفايبر أو تليجرام، هيج تطبيق يعني مراسلة. وراح أعلمكم شلون تنشروه بالسوق بلاي. فاليوم شرحنا هو إنشاء تطبيق ونشره بالسوق بلاي. ندخل على متصفح الانترنت. طبعا راح تلقون رابط هذا بالوصف اسفل الفيديو. تجي هنا عندك موقع لإنشاء اللعبة والتطبيق، اضغط هنا. راح يظهر لك واجهة الموقع، تضغط على هذا الاختيار. go to full set، الاختيار اللي بالأسفل. طبعا راح يطلب منك تسجيل، سجل بالموقع مباشرة. طريقة التسجيل جدا بسيطة، عندك عن طريق الفيسبوك تسجل مباشرة، تظهر لك هاي الواجهة. اضغط على كلمة all. دخلنا، راح تجيك بهاي الشكل واجهة شو مور. عندك هاي التطبيقات طبعا تقدر اللي تنشأها، حتى التويتر. وعندك ألعاب مثل ضرب وقسم، هاي الشغلات، أو ماب، أو الفيسبوك بيج. هاي اللعبة طبعا أنا صممتها وعن نص وقفت، لأنه هواية شغل تحتاج لها وصور. هذه هم صممتها اللعبة اللخة. هاي لعبة للذكاء. هاي اللعبة اللي أنا صممتها اسمها القفز في العالم الذهبي، منها هسه أشرح لكم عليها. هاي أسئلة وأجوبة، يعني أنت تحط السؤال وتحط له أجوبة، ولازم يختارون الاختيار الصحيح وإلا يخسر، يعيد من البداية. بس هم يحتاج له هواية شغل. يعني أكثرها ألعاب هنا. أجي على الشرح على اللعبة اللي أنا طبقت عليها هاي اللعبة. تظهر لك هاي الواجهة. طبعا راح تقول انت يعني شلون راح افهم على هاي الشغلات. عندك اللي يعني يصعب عليه الانجليزي يقدر ينسخ الكلمة. انت رأسا لا تقول صعبة علي وما اقدر اطبق، انسخ الكلمة. اكتب مترجم جوجل، مباشرة راح يفهمك هو. تحط الكلمة هنا لصق، راح يترجم لك لون اللاعب. يعني انت مو الا يعني بتفتهمها. يعني لون اللاعب راح تصير لك بهذا الشكل. هي اشوفكم اياها. لون اللاعب اللي هو هذا اللي ديقموز، هذا اللي نظل ندوس على الشاشة على مود هو يصعد. هذا اللون الأسود أني خاله. نرجع على الموقع. عفوا. هذا هو لون اللاعب، أنا اختارت اللون الأسود. وبعدين هنا يقول لك العوائق الكبيرة اللي هي هذه. أنا اختارت اللون الأزرق، هاي تتحرك عندك. بعدها العائق الصغير، ما يحتاج ارجع لكم على اللعبات وشفتوها. هنا يقول لك لون الخلفية. طبعا يعني هو انت راح تحط صورة للغيوم. انت راح تحط صورة مثل الغيوم هذه اللي اني حاطها، بس يصير فوقها ظل خفيف. انت يا لون تختار، اني اختارت سمائي فاتح فضع ويا الصورة، انت بعد حر الاختيار. عندك هنا الحافات مال اللعبة، اني اختارت اللون الرصاصي. لا تيه بين المتصفح واللعبة. هذا هو. هسه عموما نص اللعبة تمشيتها. هنا أنا تقول له اختيار اللاعب. أنا يعني شكل اللاعب اختارت عفوا
داون. اختاره تاني هذا الخاص بي، الشكل الخاص بي. خليه بصيغة PNG افضل الك، وبعدها تضغط تم. هنا اللي اختيار اللي بعده اللي هو الغيوم. الصورة انت تختارها، حتى لو تحط عسى اشجار تخليه او اي شي. هاي الغيوم اللي ورا السما والغيوم اني اختارتها هاي الصورة. عندك متصفح الانترنت وابحث بيه. يعني قلنا شوفتكم اياها. من هنا تختار بعد تنزيل صورة انت تعجبك تختارها هياتي، تضغط تم. هيا راح تصير ظهر اللعبة او خلفية اللعبة. نضغط نيكست. اسم اللعبة اني اختارت القفز في العالم الذهبي. اتبعت حر الاختيار، واي شي تكتب في السماء. بس المهم عندك تنقبل. شوف هسه من كتبت بس القفز ما انقبلت. شوف ما تنقبل، اكو قبلك ماخذ هذا الاسم في السماء انقبلت. نقول له نيكست. هنا وصف عن اللعبة، انت حر الاختيار حتى لو ما تكتب. نقول له نيكست. هنا اللي هو هاي الصورة هذه اللي راح تظهر عندك، وحتى من تريد تمسح اللعبة او من تنزل اللعبة هي هاي الصورة اللي راح تحطها هسه. طبعا بصيغة PNG افضل الك. تختار اي صورة، واذا ما تريد تختار عادي هم يصير اللي سوا. طبعا مثل ما تشوفون حتى حاط لكم حجم الصورة 512 في 512. اذا تريد حتى لو خليها شوية اكبر ما راح يأثر، بس افضل مو اصغر. بعدها تضغط نيكست. اقريت راح تظهر لك هاي الواجهة. اخرج بالاكس. هذا الرابط اللي بالاسفل، ضغطة واحدة تقدر تاخذ هذا الرابط. طبعا حتى اذا حطيت وصف للعبة راح يطلع لك هنا الوصف. هو هذا بس فائدة الوصف انه يطلع لك بهاي الواجهة. تاخذ الرابط وتعطيه لجماعتك اذا تحب. بهاي الحالة انت صار عندك تطبيق يضغطون تنزيل. طبعا هو هنا شوية يضايق، اني افضل ترفع على الميديا فاير او اي موقع اخر. اهم شي انت ينزل عندك. شوف لانه هنا يطلع لك تحميل للمية، يقول لك انتظر من دقيقتين الى 5 دقائق. احنا بهاي الحالة خلصت اني الشرح وياكم وشون ان تنشئ اللعبة. مباشرة راح تصير لك بهذا الشكل بعد التنزيل. تدخل عليها، واذا تريد ترفعها على الميديا فاير وتعطيها للاشخاص اللي تريدها انت بعد حر الاختيار. طبعا هواية العاب اكو احلى من هاي، بس يحتاج لها وقت وخلق من عندك تحتاج. رفعها على السوق بلاي. حطيت لكم شرح هنا. هذا هو الشرح. تضغط هنا مباشرة راح يظهر لك شرح جدا بسيط. بس تطبق الخطوات، هي 3 خطوات تطبقها وراح تحصل مباشرة على حساب وترفع به على السوق. طبعا بعض الاشخاص راح يقولون اني اريد لعبة احترافية او اكثر تجسيم من عدها او احلى من عدها. طبعا الطريقة راح تحتاج منك اما حاسبة اذا كانت مجانية وهم ما تكون مجسمة كلش، او تحتاج منك موقع عالمي، وهذا الموقع راح يقطع منك شهريا مبلغ من المال. طبعا لازم عندك بطاقة فيزا او باي بال، بطاقة باي بال بيها مبلغ من المال استقطاع شهري على اللعبة حتى تحصل على اللعبة بشكل رائع وافضل الك. اذا عجبكم الشرح اضغط لايك، لا تنسوا الاشتراك بالقناة.